في شهر 3 سنة 2024 في مزارع في منطقة معينة اتفاجئ برجل كاملة تخص سيدة مرمية على حافة ترعة جنب الأرض الزراعية بتاعته. وطبعا الراجل وقتها فورا اتصل وبلغ الشرطة، وعلى طول طلعت قوة أمنية على مكان البلاغ، وفعلا لقيوا الرجل اليمين لسيدة وبحالتها زي ما هي. وساعتها على طول بدأوا حملة بحث كبيرة عنها في الترعة، قدروا من خلالها انهم يجمعوا السيدة دي على كذا جزء، بس طبعا كان في برضه اجزاء ناقصة. وبرغم ان زي ما انت شايف القضية او الجريمة دي غريبة وغامضة قد ايه، لكن تم معرفة هي مين السيدة دي وايه اللي حصل معاها ومين اللي عمل فيها كده وليه عمل فيها كده. ده غير الكلام اللي اتقال في التحقيقات وكمان اللي حصل بعدها. فصلى على النبي بقى وخليك معايا وهتعرف كل حاجة حالا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة أحداثها بدأت من سنين كتير قوي، لكن ربنا شاء إنها تنتهي السنة دي في 2024، وكانت بداية انكشافها بالتحديد في شهر 3 سنة 2024. وبالنسبة للمكان فهي حصلت في أكتر من مكان، بس المكان اللي بدأت كل حاجة تتكشف فيه أو اللي حصل فيه مشهد البداية كان ترعة الخضروية في مركز زفتة في محافظة الغربية. ويلا بينا ندخل على الشخصيات. الشخصية الرئيسية معانا النهاردة هيكون هو عبد ربه اللي في الصورة ده. وعبد ربه باختصار يبقى راجل عنده 47 سنة تقريبا، وليه محلين إقامة أو مكانين بيتنقل بينهم. المكان الأول هو البيت اللي كان ساكن فيه مع والدته وإخواته الأربعة في واحدة من قرى مركز زفتة في الغربية، والمكان التاني كان عبارة عن شقة في مدينة الخصوص في القليوبية. وعشان نفهم هو عبد ربه عمل إيه بالظبط وليه عمل اللي هقولك عليه، لازم تعرف الأول كام حاجة كده المفروض إنها أثرت عليه في مرحلة طفولته وساهمت بشكل كبير في تكوين شخصيته. أول حاجة عايزك تعرفها هي إن عبد ربه ما كملش تعليمه وخرج من المدرسة من سنة تانية إعدادي تقريبا، وعيلته تعتبر عيلة متوسطة وحالتها المادية تقدر تقول إنها ميسورة. وبالنسبة لوالد عبد ربه فهو عنده محل مشويات، وكان أوقات بياخد عبد ربه يشتغل معاه فيه. ووالدته كانت شغالة في الأرض الزراعية بتاعتهم. والمفروض إن بيت العيلة الأولاني كان موجود في قرية اسمها قرية سنبو في مركز زفتة في الغربية، وده هو البيت اللي عبد ربه عاش فيه مع أهله وإخواته الأربعة. وعلى حسب كلام عبد ربه والدته كانت شخصيتها شديدة جدا وبتعامله معاملة مش كويسة، وكانت بتمد إيدها عليه بشكل مش طبيعي من وهو عنده 6 سنين تقريبا، والأسباب من أتفه ما يكون. ده غير كمان إن في حاجة تانية أسوأ من دي أثرت على نفسيته بشكل كبير جدا، وهي إنه في السن ده وعلى حسب كلامه شاف والدته وهي بتخون والده وفي أوضاع مخلة مع عمه. وطبعا الحاجتين دول كانوا كفاية قوي إنهم يولدوا جواه نفور منها، والنفور ده هيكبر معاه للأسف وهيبقى شامل كل السيدات في العالم. وخلال سنتين بس يعني وهو عنده 8 سنين تقريبا يظهر عند عبد ربه بوادر أزمة نفسية كبيرة وميول انتقامية من أي أنثى ربنا خلقها. وبدأت الميول دي تتجسد في أبشع حاجة ممكن ولد عنده 8 سنين يعملها. عبد ربه وهو في السن ده في يوم من الأيام كان في بيت ناس جيرانهم وبيلعب مع بنتهم اللي عندها سنة واحدة تقريبا. عبد ربه بدأ يلعب مع البنت دي عن طريق إنه يشيل السكاتة من بقها ويرجع يحطها تاني، ويشيلها ويحطها ويشيلها ويحطها، وفضل كده لحد ما انتهت اللعبة بإنه قام حاطط إيده على رقبتها وفضل يدوس لحد ما اتأكد إن نفسها وقف تماما. وكانت لحظات قليلة وأمها وأختها دخلوا عليه ولقيوا البنت بين إيديه وهي جسم من غير روح، وساعتها قعدوا يصوتوا وهو جري على بيتهم فورا. وطبعا بما إنه كان عيل عنده 8 سنين وقتها فمحدش كان فاهم أو عنده إجابة أكيدة على السؤال ده، هو فعلا ممكن يكون عمل حاجة في البنت ولا اللي حصل لبنتهم ده مجرد قضاء وقدر. ودي كانت هي ساعة قدرها. بس بشكل عام يعني والدته يومها عرفت اللي حصل وكالته علقة ما قدرش ينساها طول حياته، والموضوع عدى من بعدها. بس للأسف العلقة دي ما كانتش كفاية أبدا إنها تصلح العقد النفسية الكبيرة اللي كانت اتكونت جواه. وتعدي الأيام بعدها ويكبر عبد ربه شوية ويبقى عنده 15 سنة تقريبا، وتقرر عيلته وقتها إنها تنقل من قرية سنبو اللي كانوا عايشين فيها لقرية تانية اسمها قرية كفر إسماعيل وبرضه تبع المركز زفتة في الغربية. وفضلوا بقى عايشين في البيت ده لحد ما عبد ربه بقى عنده 21 سنة تقريبا، وده كان هو السن اللي عبد ربه خرج فيه من بيت عيلته وبقى عنده بيته وحياته الخاصة بيه.
عبد ربه في السن ده اتجوز من واحدة اسمها شيماء، وسكن وقتها في واحدة من شقق مدينة الخصوص في القليوبية. وفضلت جوازة شيماء وعبد ربه لمدة 8 سنين تقريبا، وربنا اداهم خلال الفترة دي طفلين 2. وفي نهاية السنة الثامنة من جوازهم حصل بينهم مشاكل وخلافات كبيرة انتهت بطلاقهم. وبعدها عبد ربه قرر انه يرجع لبيت اهله اللي موجود في قرية كفر اسماعيل، خصوصا ان والدته في الوقت ده كانت مريضة. وبعدها بفترة مش كبيرة يقرر عبد ربه انه يتجوز مرة تانية، وفعلا تمت جوازته التانية من واحدة اسمها سحر. وسحر دي كانت ست طيبة وملتزمة دينيا وبتصلي كل وقت في وقته، وكانت بتحبه وهو كمان كان بيحبها. وبعد وقت مش كبير من جوازهم سحر اللي هي مراته التانية دي تقول له انها بقت حامل، بس للأسف الحمل بتاع سحر ده مش هيشوف النور أبدا. وتعالى نوقف المشهد ده مؤقتا وهنرجع له كمان شوية وهقول لك اللي حصل. بس خليك فاكر احنا وقفنا عند نقطة ان مراته التانية اللي هي سحر بقت حامل. ويلا بقى دلوقتي ندخل على مشهد البداية. المشهد ده حصل زي ما عرفنا في شهر 3 سنة 2024، واللي حصل وقتها ان في مزارع في منطقة معينة اتفاجئ برجل كاملة تخص سيدة مرمية على حافة ترعة جنب الأرض الزراعية بتاعته. وطبعا وقتها الراجل بلغ الشرطة فورا، وعلى طول طلعت قوة أمنية لمكان البلاغ، وفعلا لقيوا الرجل اليمين لسيدة وبحالتها زي ما هي. وساعتها على طول بدأوا حملة بحث كبيرة في الترعة، قدروا من خلالها انهم يجمعوا السيدة دي على كذا جزء، بس طبعا كان برضو في أجزاء ناقصة. ووقتها فورا تبدأ حملة كبيرة من التحريات وعمليات الرصد والتتبع وتفريغ لكاميرات المراقبة في المنطقة والطرق المؤدية ليها والأماكن المجاورة. وبعد مجهود كبير جدا قدرت جهات التحقيق انها تحدد هوية الفاعل ويروحوا يقبضوا عليه من شقته الموجودة في منطقة الخصوص في محافظة القليوبية، وكمان ظبطوا معاه التليفون المحمول بتاع الضحية. وطبعا اكيد انت مش محتاج مني ان اقولك ان الفاعل ده كان هو عبد ربه. وعلى طول خدوا عبد ربه المشهور بكفتة وطلعوا بيه على اسم الشرطة، وبدأت معاه التحقيقات. ويتضح وقتها ان الضحية بتاعته اللي هي السيدة اللي لقيوها على كذا جزء دي اسمها فاطمة ألف ومشهورة باسم بطة، وإنها من منطقة تبع مركز أوسنا في المنوفية. وما خدش وقت كبير الحقيقة في الاعتراف بالتهم الموجهة ليه، وأقر واعترف إن هو اللي عمل كده في بطة، وقال إن السبب هو خلاف حصل بينهم، والخلاف ده اتحول لخناقة وحصل بينهم تعدي على بعض بالألفاظ. وقال إن كل ده حصل بسبب إنها كانت مستلفة منه فلوس ورفضت إنها تردها له، فخد منها قصاد الفلوس دي موبايلين كانوا معاها ورهنهم عنده عشان يجبرها إنها ترد له الفلوس دي. لكن اللي حصل وقتها إنها بدأت تزعق وصوتها يعلى وبدأت تقول له ألفاظ مش كويسة، وبعدها راحت مصوتة بأعلى صوتها بحيث إنها تلم الجيران يعني. وعبد ربه قال إن وقتها خاف لا يتفضح في المنطقة، وراح بسرعة على بطة وحط إيده على بقها عشان يمنعها إنها تصوت. وقال إن وقتها هي عضته في إيده وما كانش عارف يوقفها. راح شد الغطا بتاع راسها أو الطرحة بتاعتها وقام لففها على رقبتها، وبدأ بقى إنه يشد على أساس إنه كده يعني هيجبرها إنها توقف صوات. وقال إنه اتفاجئ وقتها إن نفسها اتقطع وما بقاش عارف يتصرف إزاي، وبدأ إنه يفكر في طريقة يخبي بيها جريمته. وطبعا كل الكلام ده حصل في البيت بتاع أهله الموجود في القرية الموجودة في مركز زفتة في الغربية، وده معناه إن البيت كله بتاعهم مش بس الشقة اللي هو قاعد فيها. وعشان كده راح ناقل جسم الضحية من الشقة اللي هو فيها لشقة تانية موجودة قصاده لسه تحت التشطيب، وراح جايب سكينتين من المطبخ ورجع لها بقى وقام مقسمها ل5 أجزاء، الراس لوحدها والدراعين والرجلين والفخدين وباقي القفص الصدري، وراح مجمع كل ده في 4 شويلة بلاستيك وكيس بلاستيك اسود كبير. وفضل قاعد في البيت لحد ما الدنيا ضلمت، وراح واخد الشوال اللي فيه الرجلين والدراعين ومعاه الشوال التاني اللي فيه الفخدين وحطهم على موتوسيكل استلفه من واحد صاحبه، وطلع بيهم على ترعة الخضروية في مركز زفتة، وراح رمي شوال منهم ومشي بعدها بشوية ورمى الشوال التاني. وبعدها رجع البيت وخد الشوال التالت وطلع بيه على قنطرة ناحية مركز أوسنا في المنوفية ورماه هناك في مجرى مائي. ورجع بعدها على البيت نظف المكان وجمع مخلفات جريمته وحطها جوا كيس بلاستيك ومعاها هدومه اللي ارتكب بيها الواقعة، وطبعا الهدوم والمتعلقات بتاعة المجني عليها. وراح حاطط كمان راسها في كيس اسود، وخد الاكياس والحاجات الباقية كلها معاه على الموتوسيكل وطلع تاني على ترعة الخضروية في منطقة قريبة من كفر الجنيدي في مركز زفتة، ورمى كل حاجة في الترعة هناك وقام منظف الموتوسيكل كويس ورجعه لصاحبه اللي اسمه محمد سين، وبكده يبقى خفى كل معالم جريمته. وطلع بعدها على شقته الموجودة في منطقة الخصوص وعاش هناك حياته بشكل طبيعي جدا ولا كأنه عمل أي حاجة، لحد ما تم القبض عليه هناك ومعاه التليفون المحمول بتاع بطة اللي هي الضحية بتاعته.
طيب تمام جدا، هي دي بقى كل حاجة فعلا؟ في الحقيقة الكلام ده كله كان مجرد اعترافاته الأولية ومنشورة على موقع جريدة تلجراف مصر، ودي أقل من نص الحقيقة الكاملة. وتعالى نشوف بقى هي إيه الحقيقة الكاملة اللي ظهرت مع استمرار التحقيقات معاه والضغط عليه. فاكرين المشهد اللي وقفنا عنده اللي كان فيه مراته التانية سحر اللي كانت حامل وكان بيحبها وبتحبه؟ أهو الأيام عدت بقى بعدها والمشهد ده ما انتهاش نهاية طبيعية بإن سحر جابت له ولد أو بنت مثلا. المشهد ده للأسف انتهى بإن عبد ربه خلص على سحر وهي حامل، والمفاجأة إن هو نفسه مش عارف هو إيه السبب اللي خلاه يعمل كده، وكان منهار جدا في التحقيقات وهو بيتكلم عن الجريمة دي، وإنه ما كانش داري بنفسه غير وهو حاطط إيده على رقبتها وبيضغط لحد ما خلص عليها خالص برغم إنه كان بيحبها. وقال إنه حاسس إن في جواه شيطان بيسيطر عليه أوقات وبيخليه يخلص على أي سيدة قدامه. والمفاجأة الكبيرة كمان إن عبد ربه اتجوز 3 مرات تاني بعد سحر، يعني الراجل اتجوز 5 مرات طول حياته، وطبعا كانت منهم مراته الأولى اللي هي شيماء اللي قعد معاها 8 سنين وخلفت له طفلين، ومراته التانية سحر اللي خلص عليها وهي حامل، و3 سيدات تانيين اتجوزهم بعد كده وانفصل عنهم بعد فترة مش كبيرة. ونتج عن جوازاته ال5 دول إن بقى عنده ولد و3 بنات. طيب تمام قوي، عبد ربه اعترف بإيه تاني؟ عبد ربه قال إنه ما خلص على أي واحدة من زوجاته التانيين، وإنه كان هيخلص على واحدة تانية منهم بس ربنا نجاها من تحت إيده بأعجوبة. لكن في المقابل بقى عبد ربه كان ليه ضحايا تانيين غير زوجاته. عبد ربه كان بيصطاد فتيات الليل، والموضوع ده أو المتلازمة دي بدأت معاه بعد ما خلص على مراته سحر ب3 سنين تقريبا. وفي الفترة دي كان بيجيب ستات في البيت عنده ويعمل معاهم اللي عايز يعمله مقابل مبلغ مالي بيتفقوا عليه، وبعد فترة من معرفتهم ومن غير أي إنذار بيقوم مخلص عليهم. والموضوع ده عمله مع 4 سيدات غير مراته سحر. وطبعا ال4 دول كان منهم بطة اللي هي آخر ضحية اللي تم العثور عليها في الترعة، وقال على باقي أسماء ال4 اللي رماهم كلهم في الترع بنفس الطريقة. وبكده يبقى الموضوع ما كانش مجرد خلاف على فلوس بطة استلفتها منه زي ما قال في التحقيقات الأولية، وأكد إن جرايمه دي كلها كانت بتتم بعد ما بيعمل معاهم علاقات غير شرعية، وكان الدافع بتاعه إنه يخلص عليهم كنوع من الانتقام منهم لأنهم كانوا بيفكروه باللي والدته عملته. وقال إن ال4 سيدات دول كان يعرفهم من سنين وخلص عليهم خلال فترة عمله كشيف في واحد من الفنادق السياحية في الفترة بين 2020 ولحد 2024. وإنه لما خلص على سحر اللي هي مراته التانية الموضوع عدى وقتها ومحدش اكتشف جريمته واتسجلت واتدفنت على إنها وفاة طبيعية. وقال إنه طول الفترة دي كان عايش في حالة من تأنيب الضمير والنفسية الصعبة، وبقى بيشوف ضحاياه بيطاردوه في أحلامه لدرجة إنه بقى بيتمنى يعرف ينام زي أي حد طبيعي. وإن بسبب الحالة اللي بقى عايش فيها دي حاول إنه يخلص على نفسه مرتين، مرة منهم طلع على طريق سريع وتحديدا الطريق الدائري، وحاول إنه يقف قدام أي عربية بتجري عليه، لكن وقتها بدل ما يحصل اللي كان عايزه السواق خد باله بسرعة وداس فرامل، وحصل وقتها حادثة كبيرة اتسببت في وفاة شخصين. وفي المرة التانية راح فكك الفرامل بتاعت عربيته وطلع يجري بيها، ومع ذلك برضه خطته فشلت وطلع منها سليم وما حصلوش حاجة. وفي النهاية بعد كل الاعترافات اللي قالها دي تم تحويل عبد ربه للمحاكمة الجنائية العاجلة، وتمت محاكمته في محكمة جنايات المحلة الكبرى يوم الأربع 4/12/2024. وبدأت النيابة العامة مرافعتها في المحاكمة، وقالت إن المتهم تم عرضه على مستشفى الأمراض النفسية في العباسية، واتضح إنه سليم عقليا وما عندوش أي مرض عقلي ومسؤول عن أفعاله بشكل كامل. وكمان النيابة أضافت إن عبد ربه كان بيستهدف ضحاياه وهم نايمين، ودي حاجة توضح إن جرايمه كانت بتتم بشكل متعمد وكان بيبقى مخطط لده أو عنده نية مسبقة، وإنه صحيح مش بيتعاطى المخدرات لكن بيتعاطى لحوم النساء اللي ضلوا طريقهم في الحياة. ووقتها عبد ربه كان واقف في جلسة المحاكمة دي في حالة غريبة من الهذيان، وكان باين عليه إنه متأثر جدا وبيعيط وهو جوه القفص، وكمان رافض إن المحامي يدافع عنه، وبيقول إنه ما وكلش محامي للدفاع عنه، وطلب من القاضي إنه يتكلم معاه في جلسة مغلقة. وقال أنا عارف إنه عدم وإنه ندمان جدا على أفعاله وعايش في حالة رهيبة من تأنيب الضمير، وقال بالحرف قدام المحكمة إنه عار على أهله
وإنه أغضب ربنا مع ضحاياه من السيدات، وإنه ندمان على كل جريمة عملها. وطبعا وقتها محكمة الجنايات واجهته بالتهم الموجهة ليه، وإن الجرائم دي تمت عمدا مع سبق الإصرار. وساعتها دفاع المتهم أو المحامي يعني حاول التشكيك في اعترافات المتهم، وقال إنه قالها تحت تأثير التهديد أو بدافع الشهرة. لكن وقتها المتهم رد على الدفاع بتاعه ونفى كلامه جملة وتفصيلا، وقال له أنا عارف إن عقوبتي هي الإعدام، وأنا مش مريض نفسي، وبعترف بكل الجرائم اللي عملتها، واعترافاتي تمت بكامل إرادتي ومن غير ضغط من أي حد، واللي قلته قدام جهات التحقيق كان نابع عن إحساسي بالذنب وإني عار على أهلي، وإن لو الزمن رجع بيا تاني كنت هخلص على نفسي قبل ما أعمل كل ده. وقبل النطق بالحكم القاضي بصله وسأله عايز تقول حاجة؟ وعبد ربه رد عليه بهدوء وقال له اتكل على الله وقول الحكم، أنا راضي بالإعدام. والقاضي وقتها رد عليه وقال له اللي زيك لا يستحق الحياة. وفعلا اتحكم على عبد رب وقتها بتحويل أوراقه للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. حددوا جلسة تانية في شهر 1 سنة 2025 للنطق بالحكم، وساعتها ظهر عبد رب متماسك وهادي وقال الحمد لله على الحكم، أنا ندمان واستاهل أكتر من كده، وبقول لأهلي وولادي حقكم عليا، وبقول لأهل الضحايا بناتكم ملهمش ذنب في اللي حصل. وكمل كلامه وقال بقول لمراتي اللي خلصت عليها حقك عليا، وأنا ما ظلمتش نفسي، وكنت مستني الحكم ده من زمان واستحق أكتر من كده. وقال بصوت مكسور إن الضحايا بيجوله في الحلم وما بقاش عارف ينام، وأكد إنه مبسوط بالحكم ده عشان يريح المجتمع من شره ومن الشيطان اللي جواه. ولحد هنا كده تنتهي قصة عبد ربه اللي اتعرف بسفاح الغربية أو سفاح زفتة. وأعتقد إن القصة دي درس حقيقي بيأكد إن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وبيوضح قد إيه الجاني بيفضل عايش في أزمة نفسية لحد ما بيوصل لليوم اللي بيتم القصاص منه فيه، وإن اليوم ده لا مفر منه. يا ريت لو وصلت لهنا ضروري تدعي لمراته سحر الست الطيبة اللي خلص عليها في التعليقات بالرحمة، ولأهلها وأهل كل الضحايا بتوعه بالصبر. وما تنساش اللايك بتاعك لو استفدت من حلقة النهاردة وحابب إنها توصل لغيرك. كان معاكم إسلام الجندي في سندوتشات رعب، ومع السلامة.